قصر بلبنان متعمر من الأحجار البركانية؟ خلينا نشوف. بالكورة بشمال لبنان في معلم سياحي فريد من نوعه، بيضم متحفين وممشى بانورامي على الوادي والجبل. سعر الدخول حوالي $3، واللافت انه اللي بناه دكتور اسنان ونفذه بايده حجر ورا حجر. اول محطة هي الساحة الخارجية للقصر، وبيكون معك الجايد ليشرح لك اكثر عن المكان. بالطابق الاول حتشوف نقوشات تراثية على السقف مثل الجرن والآلات الموسيقية الشرقية، وعلى الحيط في لوحة فولكلورية مرسوم فيها التراث اللبناني. اما الساحة الخارجية للقصر، على الارض في نقوشات بشكل خرائط بتدل على اتجاه مواقع بالشمال مثل قلعة طرابلس، وادي النوبين، ومغارة قاديشة وغيرهم. من هونيك في ممر بيوصلك لتاني محطة، ساحة المسرح الخارجي. على اليمين في متحف الحجر مخصص للقطع الطبيعية اللي اكتشفوها خلال الحفر بالموقع، وعلى الشمال عاملين جسر للمشاة بأول صخرة على شكل نسر عمرها تقريبا 200 مليون سنة، وبتمشي عليه لتوصل لإطلالة بانورامية على وادي حماتورا والجبال، من أجمل المشاهد اللي رح تشوفها بالمكان. وبس تخلص الجولة بتنتقل لثالث محطة، المتحف الثاني المسقوف. هونيك بتشوف أعمال الدكتور الخشبية اللي نحتها بإيده خلال 17 سنة، كل قطعة خشب جايبها من قضاء مختلف بلبنان، وحتى عيادته القديمة بكل الأدوات اللي كان يشتغل فيها بعدها موجودة ومعروضة بالمتحف. أما تصميم القصر من برا، فالدكتور إلي اختار يبنيه من الحجر البركاني الأسود ليعطيه ميزة خاصة. جابه من عكار وبناه على مدى 47 سنة ليعمل مركز ثقافي سياحي بيجسد الحضارات والتراث اللبناني. يعني إذا هيك كان شغله بالإبداع والنحت، أكيد فيك تتخيل قديش كان شاطر بطب الأسنان. كتير حلو تزور مثل هيك أماكن فيها قصص نجاح بتعطيك طاقة وإصرار.